This is what we've got. الذي أطلق الصافرة قبل التأكد من كون اللعب في موقع تسلل أم لا. البعض يقول أنه تسلل وغير تسلل، والقوانين في عالم كرة القدم إذا لم يكن اللعب في موقف تسلل فلا بد على الحكم أن يجعل اللاعبين يواصلون اللعب. اكيد اي واحد متبع الكره غيكون تفرج في الماتش ديال نصف النهائي ديال الباير والريال مدريد اللي كان واحد الماتش خيالي، واحد الماتش هجومي 100%، خاصه وانهم النتيجه ديال الذهاب كانت جوج اي كانوا متعادلين، اي ضروري غينتصر فيهم واحد باش يطلعوا النهائي دوري ابطال اوروبا. واحد المباراه اللي كما قلت لكم كانت حماسيه، خاصه وان اغلبيه كيتشكى من الاخطاء اللي دار الحكم. المهم هذا الفيديو غنحاولوا نناقشوا بعض الاغلاط ديال الحكام كذلك ونحاولوا نلخصوا المباراه. المهم ما تنساو تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش تصلكم اي جديد. المهم كما قلت لكم المباراه ديال ريال مدريد وبايرن ميونخ اللي كانت واحد المباراه حماسيه، خاصه واحد التوتر كبير في هذه المباراه اللي الاغلبيه كان بغى يمارك الهدف باش يطلع النهايه. المهم ابرز محاوله كانت في الشوط الاول هي ديال فينيسيوس اللي كان باس من كارفاخال اللي كتضرب في البارة وكترجع، كانت هذه ابرز محاوله في الشوط الاول، خاصة وكتوالى الهجمات من كلتا الفريقين سواء من الباير سواء من ريال مدريد، وكيسالي الشوط الأول بصفر لمثله. مع بداية الشوط الثاني وريال مدريد أغلبية الفرص كتضيع، كيجي ديفيز باير كيمارك واحد الهدف، كتصبح الباير منتصرة ب1-0 مع بداية الشوط الثاني. مع تسجيل الباير الهدف الاول انشيلوتي غيدخل كامافينغا ومودريتش اللي غيغيروا المباراه وكذلك غيغيروا الطريقه ديال الريال مدريد، خاصه وان ناتشو غادي يسجل واحد الهدف لكن ما كيتخبرش بداعي ان ناتشو شد كاميتش من الحنك ديالو، داكشي علاش الحكم ما قبلش هذاك الهدف. وفي الدقائق تقريبا 70 كيدخل دياز وخوسيلو كابيدين اللي قدر خوسيلو انه يسجل الهدف التعادل لفائده ريال مدريد ليصبح التعادل 1-1 في كلتا الفريقين. وكذلك غادي يرجع خوسيلو اللي دخل كبديل غادي يسجل الهدف الثاني لفائده ريال مدريد ليصبح النتيجه 2-1 لفائده ريال مدريد. الدقائق الاخرى وبالضبط تقريبا الدقيقه 112 قدر باير بانه يسجل واحد الهدف لكن الحكم ما كيقبلوش بداعي التسلل اللي كيلقى واحد الاحتجاج من طرف فريق البايرن وكذلك المدرب توخيلو ديال البايرن. وبعد الهدف الملغي لبايرن ميونخ كيصفر الحكم نهاية المقابلة، تنتصر ريال مدريد وتتأهل للنهاية لمواجهة دورتموند الألماني يوم 1 يونيو في لندن. واحد المعلومة لاستفادة، توخيل أول مرة كيخسر نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه دار مجموعة من الأخطاء، خاصة أنه خرج هاري كين وبقى في الدفاع، لكن كما كتعرفوا ريال مدريد عنده واحد الهجمات مرتده، كتلعب الهجمات المرتده بان قدرت تماركي الهدف الاول كذلك والهدف الثاني. المهم الريال مدريد كتطلع النهايه. وبعد نهايه المقابله كاين بعض الاخبار كتقول بان فعلا الحكم قال بانه تسرع فاش صفر على البيت اللي كان ديال البايرن ميونخ، لكن هذا لا ينفع بعد نهايه المقابله. المهم انتم شنو الراي ديالكم في المباراه ديال البايرن ضد ريال مدريد؟ واش فعلا ريال مدريد كيستحق بانه يدوز النهايه ام هناك ظلم تحكيمي؟ وشنو كذلك الرد ديالكم؟ واش فعلا كتشجعوا ريال هي اللي غادي الكاس ام دورتموند؟ المهم غنتسناو 1 يونيو ان شاء الله في لندن غنشوفوا النتيجه النهائيه. هنا كيسالي الفيديو ديالنا، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا بلايك وتشتركوا في القناه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه، اخوكم عادل.